في وسط الخناقه اللي دايره بينك وبين صاحبك على مين يدفع حساب الشاي، حاسبه قبل ما يفرفر. ماشي يا باشا. ظهر لنا ترامب وهو مش همه كبير، بيفرض عقوبات على الدول وخطة للتهجير وبيثير الضجة. وده ليه؟ عشان أطلق عملة جديدة رقمية باسمه بهدف استغلال الحماس الشعبي حول شخصيته، عشان يجذب المضاربات أكتر من أي غرض اقتصادي، لأن هي فقط عبارة عن أداة لجذب المتابعين والمستثمرين اللي غرضهم كسب الأرباح في مدة قصيرة. وتم إطلاق العملة في يناير 2025 عبر منصات باينانس وكوين بيز اللي بتوفر الشراء والبيع للعملة دي، اللي بتشهد تقلبات حادة في قيمتها السوقية، بمعنى إن المستثمرين معرضين لخسائر مالية كبيرة، لأن ارتفعت قيمتها في بداية انطلاقها ل 15 مليار دولار، ثم تراجعت ل 9 مليار دولار، ثم 5.5 مليار دولار. وتمتلك شركات ترامب 80% من إجمالي العملة، وبالتالي بيع الحصة هيؤدي لزيادة أرباح ترامب الشخصية على حساب المستثمرين الآخرين. ده زمنه هايص. فاحنا هنا قدام ظاهرة ما يهمهاش غير المصالح الشخصية. فتعالى بقى نعرف ايه هي العملات الرقمية اصلا ونجيب الشريط من الاول. بس هحتاج منك مساعدة صغيرة، وانك تشترك على القناة كتشجيع ليا عشان عاوز اوصل لل1000 مشترك، ولايك عشان اعرف ان الفيديو عجبك، وكومنتات زي ما تحب. عينيا. العملات الرقمية بدأت مع ظهور البيتكوين اللي تم النشر عنها من خلال شخص أو مجموعة مجهولة اسمها ساتوشي ناكاموتو، وتم التبادل مع إطلاق الكتلة الأولى في يناير 2009 باستخدام تقنية البلوك تشين. ودي عبارة عن سلسلة من الكتل، حيث كل كتلة تحتوي على مجموعة من التعاملات زي العقود أو المعاملات المالية أو تبادل البيانات، وترتبط كل كتلة بالكتلة الأخرى باستخدام تشفير معين، مما يشكل سلسلة إلكترونية غير قابلة للاختراق، وبتشتغل بالطريقة اللامركزية، يعني مفيش جهة واحدة ممكن تتحكم في الشبكة دي، حيث ان كل مشارك ليه نسخة من البلوك تشين، مما يضمن الشفافية ومعدل الأمان للمعاملات. وازاي بقى بتتم المعاملات؟ وده من خلال 5 خطوات. بيبدأ المستخدم بإرسال عملة مشفرة، وهي ان الخوارزميات المسؤولة عن التحقق بتأكد صحة التعامل او صحة الحصة المرسلة. بيجمع لك المعاملات اللي تمت وتم التحقق منها في الخطوة الثانية في حاجة اسمها الكتلة، وهو انه بيشفر الكتلة تشفير معين عشان يربطها بكتلة سابقة وتكون سلسلة. وبمجرد ما المستخدم يتنقل للخطوة الخامسة، وهو انه يضيف الكتلة، لا يمكن تغيير اي شيء فيها، مما يضمن سلامة السلسلة بأكملها. وطبعا الناس اللي بتحب تحط الفلوس في جيب القميص عشان تبقى قريبة من القلب دي ما تنسيتش، لانه يجوز عبر منصات باينانس وكوين بيز اللي بتوفر الخدمة دي للعملات الرقمية، وهي انها تحول الفلوس من عملات رقمية لنقود عادية. ايه طب العملات الرقمية اللي عندنا؟ بيتكوين أول وأشهر عملة، ارتفعت قيمتها التسويقية في أواخر 2021 ل 60,000 دولار، ودلوقتي بتعمل بالجنيه المصري 5,148,067 جنيه. كل دول بقى ودول. فجت الصين في نفس السنة وحظرت التعامل الكامل بالعملات الرقمية، عكس السلفادور اللي اعتمدت البيتكوين كعملة رقمية في 2021، وده جعلها كأول دولة في التاريخ تقبل بالعملات الرقمية كعملة قانونية بسبب الرئيس نجيب بوكيلي المهووس بالعملات الرقمية. إيثيريوم منصة ذكية تتيح العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. باينانس كوين ودي عملة المنصة بقى نفسها. وبعدين عندنا الريبل ودي بين المؤسسات المالية. ونروح لعملة طيرة اللي انهارت في مايو 2022 وأدى انهيارها لانهيار عملة لونا، وتم اعتقال دو كون مؤسس العملة في مونتينيجرو. بس في محاولات الآن لإعادة إحيائها باسم طيرة 2، بس في تحديات ضخمة للمطورين بسبب قلق المستثمرين، لأنها فقدت قيمتها من أكتر من $100 ل$1 من $10 في أيام معدودة، مما تسبب في خسائر فادحة.
طب موقف مصر ايه بقى من العملات الرقمية دي؟ هو الى الان لا يوجد غير بعض التحذيرات من البنك المركزي بسبب التذبذب الحاد وعدم وجود هيئة رقابية تحمي المستثمرين، بالاضافة الى امكانية استخدامها في عمليات غسيل الاموال والعمليات الغير مشروعة، مما دفع لعدم الاعتراف بيها بشكل رسمي ومحظورة في التعاملات البنكية، يعني ممنوع استقبال او ارسال عملات رقمية من خلال المصارف المصرية. ده كمان مفتي الديار المصرية السابق الشيخ علي جمعة حرم التعامل بيها من خلال وصفها بالقمار. وفي النهاية أحب أنوه عن انطلاق عملة الجرجسكو بداية من نص شهر فبراير مع بداية الدراسة، ودي هترتبط باللايكات عشان يبقى لها غطاء وما تبردش مني في الكومنتات. ويلا بقى اعمل اشتراك لو لسه ما عملت.